واحدة كانت متجوزة واحد ينتهي نسبه لسيدنا علي، فلما مات زوجها خافت على أولادها فخدت ولادها وخرجت بره المدينة وراحت تدور على مدينة بعيد جدا علشان تعيش فيها هي وأولادها، وكان أولادها بنات. فلما دخلت مدينة غريبة هتروح تعيش فين؟ مفيش فنادق، مفيش بيوت، لسه ما تعرفش ومعهاش حاجة تأجر. فراحت المسجد فسألت، قالوا لها فيه 2 هم اللي بيتصدقوا، واحد مسلم وواحد ما يعرفش حاجة خالص عن الإسلام بيعبد النار. فقالت أروح لمين أولى بيا؟ أروح للمسلم. سلام عليكم يا سيدنا، أنا ست غريبة مش من هنا وبطلب منك صدقة لله عشان ألم بناتي اللي قاعدين في المسجد، وأنا ينتهي نسب زوجي ونسبي لسيدنا علي. فالراجل بص فيها كده وقال لها أنت ينتهي نسبك لسيدنا علي؟ قالت له آه. قال لها طب اديني دليل بقى ان نسبك ينتهي لسيدنا علي. فجيب لك دليل منين؟ ده انا غريبه مش من هنا. فخرجت تبكي ومشت. لما راحت المسجد تاني فقالوا لها طيب روحي للراجل اللي بيعبد النار ده ممكن يتصدق عليك. فراحت له قالت له انا سمعت انك راجل بتتصدق وبتاعه وانا بناتي في المسجد فممكن تتصدق عليا بحاجه. قال لها بس كده؟ وأرسل امرأته في إحضار الزوجة والبنات وعيشهم في بيته. في نفس الليلة دي المسلم شاف سيدنا النبي، شافه في الجنة، فهم قاعدين مع بعض كده قال له سيدنا النبي بيبصوا فلقوا قصر، فالراجل بيسأله بيقول له القصر ده لمين؟ قال له ده اللي يملك ثمنه. قال له طب أنا مسلم وكده يبقى أنا أملك ثمن القصر ده؟ قال له لا، القصر ده لمن يملك ثمنه. قال له أنا مسلم وأملك ثمنه. قال له إيه الدليل على إنك مسلم؟ نفس اللي عمله برضه. صحي من النوم فهم إن دي رسالة لإيه؟ نفس اللي عمله في الحياة. فطلع يجري يدور على الست، يدور على الست. قالوا له الست دي راحت عند الراجل اللي كان بيعبد النار، المجوسي ده هو. فطلع جري على المجوسي قال له يا راجل انت راجل مجوسي بتعبد النار وانا راجل مسلم اهو، انا بعرض عليك اللي انت عايزه من مالي مقابل ان انت تسيب لي الست اللي عندك وبناتها. قال له لا يا حلو العب غيرها، لست احق بالقصر الذي رايت مع رسول الله، فان هذه التي جاءت في بيتي ما زالت بي وبامرأتي حتى علمتنا الإسلام والصلاة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنا أحق بالقصر الذي رأيت مع رسول الله في رؤياك بالأمس. ونعم بالله. شفتي أدي الدين المعاملة بقى.